مستمرين مع حضراتكم مع العاصمة والناس. الملف الثاني في حلقة اليوم، هذا الملف ويعتبر من أخطر الملفات، التنمية والتخطيط. هل هناك علاقة قوية بين مفهوم التنمية ومفهوم التخطيط؟ هل توجد عندنا في مصر إدارة خاصة بالتخطيط وأيضا بمفهوم التنمية؟ مفهوم التنمية إيه؟ المحاور التي يجب أن تقوم الحكومة بالاهتمام بها في محاور التنمية. هل هناك اهتمام من قبل الحكومة داخل المجتمع المصري بمفهوم التنمية؟ كل ده هنحاول نعرفه من خلال لقائنا مع الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط بجامعة الفيوم ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية. برحب بحضرتك اهلا دكتور بك استاذ صلاح، محمد. منورنا واهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. محمد. وهل هناك علاقه بين التنميه وبين التخطيط نفسه؟ باختصار شديد جدا، طبعا انه بلد ما فيهاش تخطيط ما فيهاش تنميه. مم. انه تخطيط جيد يعني في تنميه ذات عائد اجتماعي واقتصادي كبير جدا، ما فيش تخطيط يبقى ما فيش تنميه. الواقع طبعا انه معظم الدول فيها تخطيط، ولكنها طبعا في خطط عشوائيه بشكل معين، او القائمين على التخطيط مش خبراء بفن التخطيط. التخطيط مش عمليه، مش وحده عمليه او جمله منفصله عن الواقع اللي احنا بنعيشه وعن التخصصات التانية. التخطيط يعني بيعتمد على اجهزه كبيره جدا بتغذي العمليه التخطيطيه. احنا بنقول فيه عشان نخطط كويس جدا يبقى عايزين 3 حاجات اساسيه، حاجات وحدات لادخال للخطه، بنغذي الخطه بازاي. أيوة. وبعدين صناعه الخطه، وبعد كده عائد الخطه. الواقع علشان في عمليه المدخلات اللي بندخل الخطه دي بتبقى عايزين بيانات ومعلومات ومعارف تتسم هذه البيانات والمعلومات والمعارف بالكفايه والدقه والحداثه. طب نجيبها منين؟ نجيبها من اجهزه بحث علمي موجوده، دراسات وبحوث ومراكز معلومات دقيقه تقدر تديني معلومات كافيه ودقيقه عن الواقع اللي احنا بنعيشه. طب البيانات لو هي غير كافيه وغير دقيقه وغير حديثه، الواقع ان الخطه هتبقى في ناحيه والواقع اللي احنا عايشينه في ناحيه ثانيه، لان البيانات قديمه. الواقع ان احنا عندنا جامعات كتيره جدا في مصر ومراكز بحثيه ولكنها كانت غير فعاله. حتى مراكز المعلومات التي انشاتها الدوله في عهد مبارك على مستوى القرى. ليه بقى غير فعاله؟ يعني هل الوزارات والمؤسسات الحكوميه لا تعتني بهذه المراكز؟ بمعنى النهارده لما يجي وزير او رئيس مجلس الاداره هو اللي بيعد ويضع الخطه للتنفيذ، عندما ياتي وزير اخر تلغى هذه الخطه. لماذا؟ هل هو بيعتمد من قبل نفسه داخل الوزاره وداخل المؤسسه على وضع خطه وتنفيذها دون اللجوء الى هذه المراكز اللي حضرتك اشرت اليه؟ لا، انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ محمد انه في عهد مبارك تم انشاء هذه المراكز على مستوى مصر. اسمها مراكز المعلومات واتخاذ القرار. تمام. مركز المعلومات. الكارثه كانت فين؟ انه العاملين في هذه المراكز اما دبلومات متوسطه في الغالب، او اعتبروها بعض المؤهلات العليا، غير المتخصصين في امور البحث العلمي وجمع البيانات. وظيفتهم من مجموع البيانات وتم التعاقد معهم مش كوظائف ثابته. والاجور كانت ضعيفه لا تتجاوز 150 200 جنيه، بحيث انها اتخذت هذه المراكز كقنوات لحلول مؤقته للتوظيف وليس لجمع البيانات. فكان بيقول له اجمع بيانات عن حاجه، بينزل البيانات يقعد على القهوه يضرب الاستماره اللي هو عاملها. أيوة. ويرجع بالبيانات، لان التكلفه بتاعت جمع مفيش بدل انتقالات للموظف اللي بينزل. بياخد 200 جنيه شغال شغلانه ثانيه، فبيقعد يحط اي بيانات واي ارقام، بيانات عشوائيه بيديها لاي حد، وبعدين تيجي تعمل خطه بتجمع البيانات اللي موجوده. البيانات الموجوده بيانات مضلله، وبالتالي اصبحت هذه المراكز الموجوده عبء على ميزانيه الدوله مش فاعله. انا لو عندي مراكز معلومات دقيقه جدا بتديني بيانات صحيحه عن الواقع، هقدر اعمل خطه فعلا فعاله تقدر تواجه. دي اول مشكله. ما انت عندك في وحدات الادخال اللي هي المراكز المعلومه، الاجهزه البحثيه، معظم الدراسات انت عندك حتى على مستوى العلوم الاجتماعيه، معظم الدراسات اللي بتتعمل بتكون يقول لك اعتمد على الدراسات السابقه اللي هي مرتبطه بالتخصص. الذاكره الرقميه لدى الباحثين مش موجوده. ما بيقولش مثلا، تلاقي مثلا انا بدي في القسم مثلا ماجستير ودكتوراه في التنميه والتخطيط، وبعدين اجي اساله سؤال الاقيه بيديني كلام عشوائي، يعني اي كلام ممكن يقوله اي حد، لكن ما عندوش ارقام. الرقم يدل على انه في على جديه الشيء، هو اللي بيحدد اديني رقم وحلله. لكن تلاقي معظم الدراسات اللي بتتعمل في الكليات النظريه على مستوى مصر، مكان الحقيقي فين دلوقتي؟
في المكتبات، في ادراج المكتبات، ولكنها المسؤول مش قادر ياخد النتائج البحثيه اللي طلع بيها ويقدر يوظفها لمواجهه المشكلات اللي موجوده. ليه؟ لانه الباحث بيقدم توصيات ويقدم مقترحات غير مرتبطه بالتخطيط. فتلاقيه يعمل خطه مثلا، يكتب اي كلام وبعدين اجي اخد البيانات دي عايز احولها لخطه، مش عارف. المفروض ان الباحث نفسه اللي عمل الدراسه وطلع بالبيانات يقدم تصور للمسؤول، يقول له انا ممكن اواجه المشكله دي عن طريق ده بيسموه الاكشن بلان، ان هو يطلع هيعمل ايه ويعمله امتى ويتكلف قد ايه ويعمله ازاي ومين اللي هيعمله. ده طبعا حاجات كتيره جدا ممكن نعملها، لكن اغلب الدراسات البحثيه في العلوم الاجتماعيه ليس لديها خطط تنفيذيه. يعني اول حاجه الباحث غير قادر على عمل خطه تنفيذيه. اثنين، ان المسؤول غير قادر اصلا على تحويل هذه البحوث والدراسات الى خطط تنفيذيه قابله للتطبيق في ارض الواقع. ده بالنسبه للمدخلات عندك ازمه فيها. طبعا تعرف الازمه الثانيه اللي هي عمليه بقى صناعه الخطه. صانع القرار اللي بيعمل في الخطه بيعتبر نفسه انه هو الخبير الاوحد في البلد. هو متعامل بالواسطه اساسا، سواء كان وزير او محافظ او رئيس جهاز تخطيطه، هو اساسا متعامل بالواسطه او بالاقدميه. على فكره احنا بنسمي الاقدميه دي طابور الحمير بالمناسبه. طابور الحمير انه مثلا كل جاي عليه الدور يشيل ويمشي، متخصص او غير متخصص مش مشكله. فتلاقي دايما المسؤول عن اداره التخطيط في الهيئات الحكوميه تلاقيه بالاقدميه وليس بالكفاءه والخبره، على الرغم انه جهاز التخطيط او وحده التخطيط والمتابعه داخل اي مؤسسه حكوميه هي المفروض العقل بتاع المؤسسه. انت بتجيب العقل بتاعك ده، بتجيب اردأ الموظفين الموجودين وتحطه في التخطيط والمتابعه وتسيبه. ده قيس على ذلك كل المنظمات الموجوده في الدوله بيتكلم على كده. بالرغم ان دي هي دي اللي انت المفروض بتشغل كل المؤسسه اللي موجوده، بتخطط وبتتابع التخطيط وبتطلع مقترحات وبتقيم العمل اللي هو اللي هو موجود. اسمها وحده التخطيط والمتابعه في كل الوزارات وكل الاجهزه موجوده، ولكنها لا تعمل. ليه؟ لانه بتعتمد على عقليات، عايز اقول رديئه معذره، عقليات رديئه غير مؤهله لا عمليه المتابعه ولا عمليه التخطيط. تاني حاجه هو ما بيتاخدش التقييم بيبقى داخلي، فيبقى دايما مش معقول هنقد زميلي واقول له مش عارف خطا وفقا لاراده مدير المؤسسه. ده كله يعني نواحي قصور يعني في عمليه التخطيط داخل الدوله وداخل مؤسسات الدوله هنا في مصر. نعم. لكن يعني كيف نبدا؟ يعني كيف نبدا في عمليه تخطيط سليم؟ تخطيط يكون إيجابي، تخطيط لفترة استراتيجية قادمة. عايز أخذ الإجابة من حضرتك، بس بنستأذنك بنرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ثم نعود بعد ذلك إلى العاصمة والناس. أهلا بحضراتكم مع العاصمة والناس، مع ضيفنا الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط بجامعة الفيوم ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية. السؤال اللي طرحته على حضرتك قبل أذان المغرب وهو خاص بكيف نبدأ إذا كان عندنا قصور جامد في عملية التخطيط داخل المؤسسات والوزارات. يعني كيف نعدل من سياسات التخطيط في مصر؟ احنا طبعا عندنا وزاره التخطيط طبعا مصر، وعندنا معهد القومي للتخطيط، وعندنا اقسام التخطيط في الكليات النظريه موجود طبعا. لكن انا عايز اقترح كمان على انه الاول علشان نعمل خطه سليمه لابد ان يكون هناك خطه استراتيجيه للدوله. نعم. يعني سياسه عامه للدوله، الدوله عايزه تروح فين، هي فين النهارده وعايزه تروح فين بعد 5 سنين مثلا. يبقى لازم احدد بالظبط انا فين، وعشان احدد بالظبط انا فين يبقى لازم بحوث ودراسات ميدانية تحدد الواقع المعاش بالنسبة للمجتمع المصري. تمام. احنا فين؟ التعداد، نسبة الأمية، نسبة التعليم، ارفع المجتمع كله بالكامل وتأكد ان هذه البيانات فعلا دقيقة وحديثة. يبقى عايزين نعمل خطة استراتيجية كبيرة، أجهزة خبراء على أعلى مستوى، مش المرات المتوسطة واللي بينزلوا يجمعوا بيانات ومعلومات من الشارع، لا، حد متخصص جدا، حاجة علمية بحتة، حاجة علمية بحتة. نعم. تحدد الرؤيه بيسموها الفيجن والميجن بتاع البلد دي عايزه تبقى ايه الهويه الاقتصاديه لمصر خلال 5 سنين ايه الهويه الاقتصاديه، ايه سنين. الهويه الثقافيه، ايه الهويه الاجتماعيه بالنسبه لمصر، ما هي الهويه. احنا عايزين شكل الهويه المصريه. تعرف حتى في الدستور هم فشلوا انهم يحددوا هويه مصر رايحه فين. هم مين اللي فشلوا؟ اللي وضعوا لجنه ال50 التي وضعت ده. لما جينا احنا عملنا لجنه 50 موازيه بالمناسبه، كان معانا الاستاذه تهاني الجبالي ومجموعه من الخبراء. كان كل الحديث عايزين نحدد
ايه هي الهويه الاقتصاديه لمصر؟ ايه الهويه الثقافيه ما لمصر؟ ما قدرتوش تعرفوا ايه هي الهويه ما للاسف الاقتصاديه ما لمصر؟ عرفناش احنا. انتوا علشان تحدد اه الهويه، انت دلوقتي تتبع النظام رأسمالية الدولة ولا النظام الاشتراكي ولا الاشتراكي. ولا النظام الرأسمالي. مم. انت عايز ولا فين بالظبط؟ طبعا النظام الاخوان كان بيتجه للنظام الاسلامي، وحتى ما كانش عارف يعمله. نعم. كانت العمليه برضو ايه، بايظه معاه. مم. احنا دلوقتي بنعمل طبعا بيت الزكاه يعني بنحاول بقدر الامكان، لكن انت ما حددتش ما هي الهويه الاقتصاديه لشكل الدوله. الدوله دي رايحه فين؟ انت لحد دلوقتي لو سالت حضرتك اعلامي معروف انت تبع انهي دوله، الهويه بتاعتك انت اشتراكي ولا راسمالي ولا اسلامي ولا راسماليه الدوله، انت ايه؟ هتقول لي والله انا ما عارف، انا هجيب من كل دول. صح. مفيش حاجه اسمها هجيب من كل دول. انت كده متلخبط. لازم يكون ليه يبقى انت هوية في عشوائيه. ثابتة. انت لازم يكون لك هويه. صحيح. علشان تقدر ليه لك هويه؟ مم. عشان تقدر تتوقع التحديات اللي هتحصل لك. مم. تقدر تقول تحدد الطريق اللي هتمشي فيه، يبقى طريقه تعاملك مع الافراد يبقى والمستثمرين. طريقك واضح. ما طبعا عشان اقدر السنوات احدد القادمة. القنوات السليمه في التعامل، تمام. لان دي نماذج كامله ومحدده ومعروفه هتودي لفين. انت ما عندكش نموذج اقتصادي ولا تقدر ثقافي تمشي عليه. هيوديك لحد فين. انت متلخبط، كل ما تطلع لك حاجه جديده بتمشي. يعني واحد عارف طريق ويمشي رايح لحد اخر الاستوديو، وواحد تاني كل ما يلاقي سكه فاضي يمشي فيها. مين اللي يوصل الاول؟ اللي يوصل الاول اللي شايف الطريق هو بدا من فين ويروح لفين. لكن للاسف انت موجود يتغير رئيس جمهوريه، يتغير الحكومه، يلاقي حته ظهرت له في حته ثانيه. مين اللي يحدد الهويه يا دكتور صلاح؟ يعني حضرتك بتقول يعني فشلوا في تحديد الهويه الاقتصاديه للدوله، مين اللي يقدر يحدد هذه الهويه؟ الذي يجب ان يحدد الهويه طبعا كان البرلمان المصري. مفيش البرلمان يبقى لجنه ال50 اللي وضعت الدستور. الدستور يجب ان يحدد الهويه الاقتصاديه للشعب المصري. واعتقد ان ليس هناك مواد في الدستور واضحه المعالم تقول ما هي الهويه الاقتصاديه لمصر، وبالتالي نقدر احنا كخبراء تنميه نحدد القنوات للوصول للهدف اللي احنا عايزينه. مش موجود، وبالتالي ده بيدي الفرصه لاي حكومه بتتعين تقدر تعمل اللي هي عايزاه، لان مفيش نموذج معين هي ماشيه عليه. اي نموذج بتشوفه قدامها نجح في حته معينه بتاخده. طب انت شفت نموذج ناجح بس ناجح في دول رأسمالية يروح جايبه. ولذلك بيبقى في تخبط في القرارات، في تخبط وفي تغيير داخل الوزارات. يعني واحد كان وداخل بيميل المؤسسات. للنظام الاشتراكي، هتلاقيه جه يجيب تجربه اشتراكيه ويجيب يطبقها. يجي بعديه واحد راس مالي مايل يجيب تجربه راس ماليه وطبقها. واحد نظام اسلامي يروح يجيب من ماليزيا ولا اندونيسيا نموذج وطبقه. فبتلاقي هنا انت عندك هجين، فالعمليه عندك ايه متلخبطه. طب اذا عدم تحديد هويه اقتصاديه، اذا يبقى ما عندناش تخطيط هيبقى لسنوات قادمه. ما عندكش تخطيط، هتخطط لايه؟ هو انت دلوقتي بدون هويه اقتصاديه انت دلوقتي التخطيط في مصر قاصر على التخطيط لاداره الازمه فقط. ان عندك في مشكله بتحصل تخطط ازاي تواجهها، وانت بتواجهها احيانا بتخلق ازمه جديده. بتبقى في خلق ازمه، بتخلق ازمه جديده. يبقى انت طول الوقت كمدير طول الوقت انك انت اما بتدير ازمه او بتخلق ازمه او بتدير بالازمه. بعض المسؤولين بعض المحافظين تلاقيهم طول الوقت مخلي المؤسسه بتاعته ان في ازمات، في مشاكل. هو حتى لو مش موجوده المشكلات هو بيختلقها علشان يظل موجود في الكرسي اطول فتره ممكنه. الحق انبوبه البوتاجاز، الحق مش عارف ايه، الحق البلد هتخرب. واخد بالك؟ شفت انت حركه الاخوان بعد ثوره 30 يونيو كان كل شويه الحق البلد وقعت، الحق البلد مش عارف ايه. حاله الرعب اللي موجوده داخل المواطن بتخليه يرتكب جرائم، بتخليه يرتكب جرائم ضد نفسه وضد الوطن اللي بيعيش فيه. احنا محتاجين يا استاذ محمد، محتاجين مسؤولين عن الدوله وليس مسؤولين في الدوله. كفانا مسؤول في الدوله، كل ما اتكلم واحد انا مسؤول في الدوله. احنا للاسف ما عندناش مسؤولين. كل القيادات بتيجي بالمعارف زي ما حضرتك لان هو بيختار من نفس السله ونفس النطاق بتاعه. ولذلك انا لن اتقدم. ما هو مش مدي الفرصه ليختار الكفاءات، مش مدي الفرصه ليختار الكفاءات. هو نفس السله بيتعين رئيس وزراء شكل الحكومه، هيجيب من فين؟ هيجيب من المحيط بتاعه، هيجيب من فين؟ لكن هل المحيط بتاعه هو افضل ما يكون؟ لا، هو افضل ما يعرفه هو وليس افضل ما هو كائن. يعني واخد بالك البلد فيها كتير بس هو بينتقي من معارفه افضل ما فيهم. لكن ده ما يعنيش انه في مصر كفاءات اكبر منه هو شخصيا للاسف. فانت هنا بتدير بالثقه وليس بالخبره، فالبلد بتتراجع. وهذه الكفاءات المفروض يكون في مركز يسجل هذه الكفاءات للعلماء. والله احنا اقترحنا اكثر من طريقه. حتى عندما يكون في رئيس وزراء ولا رئيس جمهوريه يختار من المراكز اللي هي عندها بص طريقه بس عشان حضرتك تعرف. لو احنا بصينا بس مثال بسيط جدا لجائزه الدوله التشجيعيه
اللي بتديها وزاره الثقافه، أيوة، المجلس الاعلى صحيح. للثقافه. خليك في هذا الكلام. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان جائزه الدوله في المجلس الاعلى للثقافه بتبقى معروفه قبلها بسنه. لها شروط ولها يا فندم معروفه قبلها بالظبط. بسنه. مم. احنا هنجمل الاستاذ محمد السنه الجايه هنديله الجائزه دي، انت بتتقدم بابداع كبير جدا وتقدمه للجنه، هي اصلا لا تنظر فيه لانه الدور جاي على فلان. طيب ما هو دلوقتي الدوله هتشوفني ازاي؟ انت حتى جوائز الدوله التشجيعيه وبعدين تقول لك ايه؟ احنا حجبنا. حتى جوائز الدوله التشجيعيه بتتاخد بالمعارف وكده يا فندم انت حضرتك دلوقتي يعني انا شفت التجربه دي بعيني. هي اسمها ايه الاول؟ اسمها جوائز الدوله التشجيعيه. تمام. وفي جائزه الدوله التقديريه، وفي جائزه النيل، وفي الجوائز دي كلها. الجوائز دي معروفه سلفا. يعني واحد عاجبه واحد فيقول لك السنه الجايه ما خليش السنه دي، سامحنا المره دي، السنه الجايه هنديك الجايزه، ما تزعلش المره دي، هنديك السنه الجايه. فانت يشاء القادر السنه الجايه انت مقدم العمل بتاعك العلمي الفظيع اللي هيطور البلد. فهو من الاخر مش هيبص ليه؟ لانه ادى وعد لواحد معين انه ياخد الجايزه خلاص. ده بالنسبه للتقديريه والنيل. تعالى بقى بالنسبه دي اللي بتظهر الكفاءات. المفروض الجوائز دي بتظهر الكفاءات، يعني رقم واحد يعرف واحد في اللجنه او اتنين بيدوا له الجايزه، وبتبقى الجوائز كلها مطبوخه ايه؟ مطبوخه في بعضها. تعالى بقى انه الاغرب من كده انه يقول لك ايه؟ انت عندك مثلا 70 جايزه تشجيعيه مثلا، يقول لك ايه؟ حجبنا 50 جايزه تشجيعيه و20 بس اللي خدوها. تقول له ليه؟ يقول لك لا ترقى. فانا اتصور حتى وفق القانون والذهن ازاي هي تشجيعيه وازاي لا ترقى. التشجيع يعني احسن واحد جاب 2 من 10. طب المفروض الشجاع عشان يبقى 3. صحيح. يعني مش معنى ذلك انه لا يرقى، ما هو اسمها اصلا كلمه تشجيع. انا بشجعك. يعني كلمه حجب الجوائز التشجيعيه تدل على انه القائمين على المجلس الاعلى للثقافه محتاجين اعاده غربله، محتاجين اعاده هيكله. العمليه عندهم مش مظبوط، المعايير غير عاديه. هو عايز يوفر فلوس للدوله فيقول لك احنا حجبنا منهم 50. طب انت طرحت ليه 50 الاول؟ انا عايزك تطلع لي 2 بس كل سنه. اللي خارج جائزه الدوله التشجيعيه 2، والتقديريه 2، 4 بس. مش عايز ال 20 و300 تعملهم دول بس. في الاخر الاثنين دول انت وفق معايير محدده هيخدموا البلد بجد. صحيح. شوف المنتج اللي هو معمول. لكن انا خايف ان فلان يكتب. انا شفت جوائز الدوله في العلوم الاجتماعيه تخصصي بياخدها صحفيين. طب ازاي؟ والصحفي المفروض انه مش علمي، يعني الصحفي اساسا المفروض انه مش يعني علمي. المفروض يكون واخدها هو كاتب صحفي ليس علمي. يعني تمنح لرواد العلوم الاجتماعيه. رواد العلوم الاجتماعيه. صحيح. انا فوجئت ان جوائز الدوله في التفوق للعلوم الاجتماعيه بياخدها ناس صحفيين، يعني بالمعنى اللي هم يكتبوا عليهم مجامله انا بجامل اسمها علوم. عشان علوم يعني لازم يكون واخد المنهج العلمي في الكتابه. هو لا بيعتمدش على المنهج العلمي. يجيب اي حد كاتب صحفي في العلوم الاجتماعيه تلاقي اغلب اللي خدوا الجوائز بالمناسبه في العلوم الاجتماعيه هتلاقيهم صحفيين. دي مشكله. معنى ذلك بالرغم ان هو ما درسش المنهج العلمي انه ازاي يقدر يوصل لنتائج علميه باتباع المنهج، هو مش بيدوا له هذا الكلام. طب انت ازاي بقى هتعمل خطه جيده؟ ازاي هتجيب كفاءات تخطط لك للبلد عندهم رؤيه ثاقبه لهذا البلد؟ يعني الباحثين اللي قاعدين طول الوقت نقعد نبحث وننزل الواقع ونشوف المشكلات فين، ما انت طول الوقت انت بس عليك تقول ومش هنسمع كلامك. انا اقترحت وما زلت اقترح، بقول يا سياده رئيس الجمهوريه، يا سياده رئيس الوزراء، ارجوك اعمل خليه لقياس الراي العام مكونه من علماء وباحثين متخصصين. دول وظيفتهم يجمعوا لك وجهة نظر قياس الرأي العام قبل ما تصدر قرار. قبل ما تصدر قرار خد وجهة نظر الرأي العام هيعمل في ايه، عشان ما نتعرضش لكوارث جديدة. يا سيادة رئيس الوزراء اعمل لجنة علمية لوضع المعايير لاختيار الوظائف القيادية، من أول رئيس وزراء لوزير لمحافظ لسكرتير عام لرئيس مدينة. أنا عايز دول ليه؟ عايز إنهم يضعوا معايير. ما ينفعش حضرتك اجيب واحد بتاع شرطه كان ضابط شرطه راح مسكه رئيس مدينه ورئيس حي ورئيس مش عارف ايه وقوات مسلحه ويقول اصل هينجح. عنده خبره. ما هو عنده خبره شرطيه. هما بيقول لك عنده خبره. يعني عنده خبره في ايه؟ عنده خبره شرطيه. ايوه عنده خبره شرطيه. اذا هيتعامل بالخبره الشرطيه، بالضبطيه القضائيه. بالضبطيه القضائيه. واخد بالك؟ هو عايز دايما انه متهم وعايز كذا. لكن ما عندوش الرؤيه في التنميه. الرؤيه التنميه دي حته رؤيه للتنميه. البلد دي محتاجه ايه في كل النواحي. طب انت هتلاقي اغلب رؤساء المدن ورؤساء الاحياء تلاقوا قوات مسلحه. ايوه على فكره في الغالب. اي نعم ده ما يقللش من كفاءتهم، بس هم اكيد لهم نشاط في حته ثانيه، يعني لو في ينفعوا في حاجات ثانيه. لكن فين بتوع التنميه المتخصصين اللي فين يعني الدارسين الموضوعات العلميه؟ سكرتير عام محافظه اللي بيمسك رغيف. طب مال الشرطه ومال الجيش ومال الكلام ده كله؟ هي الفكره احنا محتاجين انه هذه اللجنه تكون مسؤوله عن وضع المعايير
وبعدين عايز اقول لك حاجه، ما ينفعش محافظ اسواني في محافظه القاهره، ما ينفعش اسوان يجي في القاهره، ولا بتاع الفيوم يمسك اسكندريه. امم عندنا محافظات حضريه ومحافظات ريفيه ومحافظات بدويه، دي المحافظات. اي طيب مش معقول بتاع الريفيه انت عندك في مصر يفشل في محافظه اسكندريه اوديه اسوان، يفشل في اسوان اوديه الفيوم. اهم حاجه ان هو كانه هو ده انا مراهن عليه انه هينجح لحد ما يثبت فشل. يعني ده يعني بيرقيه بقى يا فندم انا عايز يعني ده، انا عايز يبقى معايير. آه. انا اقول محافظه اسكندريه محتاجه محافظ، فمن يرى بنفسه المعايير دي تنطبق عليه يتقدم لوظيفه اسكندريه. كله يتقدم. الاقي واحد خبراته كلها ريفيه اوديه في منطقه ريفيه، ده هيفتح لي اشوف كفاءات جديده. بس كده هيزعلوا مننا بقى، يعني ده هيبقى بقى بالنظام علمي بقى ومفيش يا نظام فندم معايير بقى انت ما ينفعش حضرتك والمجاملات يا فندم يعني. انت الوزراء مش كده؟ بتبدل فيهم، انت الوزراء مزيد بتبدل فيهم. صحيح. فشل في الوزاره دي توديه الوزاره الثانيه كأن مفيش غيره. في عندك اثنين، يعني ممكن ارقيه يبقى وزير، يعني يا لو فندم محافظ بيبقى وزير. في عندك في الحكومه اللي موجوده وزيره التضامن الاجتماعي ماسكه، وزيره التضامن الاجتماعي والصندوق الاجتماعي التنميه ماسكه وزارتين. كأن مصر ما فيهاش كفاءات، لسه لم يتم وهي اصلا تعيين غير متخصصه، وهي اصلا غير متخصصه من الاساس. غير متخصصه وماسكه وزارتين. كلنا عارفين ليه. احنا نامل يعني هل نامل احنا من المشير السيسي يعني رئيس الجمهوريه انه يرى هذه الامور. انا عايز بس ايه، هي المشكله مش دايما مش في القياده العليا، هي دايما في حوالين القياده العليا. انا نفسي، وانا عارف ان ايوه بس هي القياده العليا اللي هي بتضع المعايير والخطط المستقبليه. ما هو يستعين بالناس، للاسف هو بيطلب من الناس. طيب ما هو اذا كان هو تم الاستعانه بيه من قبل ناس ثانيه فهو بيستعين برضه باللي حواليه. اذا هي كل المنظومه خاطئه. ما مش هنتطور كده، مش هنتطور. مش هتتحرك. يعني اذا كان الوزير بيجيب اللي حواليه. هل حضرتك شايف انه رئيس الوزراء ما يعرفش ان السيده غاده والي رئيسه وزيره التضامن ماسكه الصندوق الاجتماعي التنميه، ودي يعتبر وزاره ودي وزاره؟ لا يعني الصندوق ده برضه ليه يعني، ما هو وزاره، انا عايز اقول اكبر من اي وزاره. اقصد ايه، الصندوق ده برضه ليه مهام كبيره يعني. ما ليه مهام ده هي. طب ماسكه الاثنين ازاي؟ ما برضه ده سؤال. هل هي الوحيده في مصر؟ هل هذه الكفاءات؟ انا عايز اعرف بس اللي بيحصل ده لصالح مين يعني. انا نفسي انه هذا الكلام يصل للرئيس السيسي ويدرك تماما ان هؤلاء مش قلبهم على الوطن، يعني القلب على الوطن. نحن لا نبتغي الا وجه الله. وفي ناس كفاءات يعني المفروض يعني هل يعني ما هو في ناس كفاءات تمسك. ما مش مدي الفرصه. انت جايبها منين؟ ليس لديها خلفيه تنمويه، يعني هي حتى دراساتها الاكاديميه ما هياش دراسه تنمويه. انت جايبها على اساس انه ماسكها وزارتين. انت عارف انه الصندوق الاجتماعي التضامن والتامينات التضامن والتامينات والصندوق الاجتماعي. أيوه. ودي وزاره التضامن وزاره كبيره متراميه الاطراف. يعني اللي هيمسكها هيبقى يعني ربنا يعينه. تجيب جنبها الصندوق الاجتماعي، وده على فكره مخالف حتى للشروط التعاقدات الدوليه اللي مصر عقدها مع الامم المتحده ومع المعونه الامريكيه، انه ما يصحش يكون اللي يمسك الصندوق الاجتماعي موظف حكومه. طب دلوقتي موظف حكومه بياخد اجر من الحكومه، يعني ده في خلل. انا عايز اقول كيف ياتي التخطيط هنا وانت عندك كوارث موجوده باتخاذ القرار. في كوارث محتاجه قرار. التخطيط قرار، مش محتاج الا قرار. انا لما اقول اعلن عن محافظين واعمل لجنه معايير تضع المعايير ثم تختار وفق هذه ايه المعايير تعمل سكريننج. اول حاجه هعمل مبدا، ده اعمال لمبدا تكافؤ الفرص، ومن ثم تحقيق مبدا العداله الاجتماعيه اللي انت بتدور عليها. اصل العداله الاجتماعيه مش بس اجور حد ادنى وحد اعلى، مبدا تكافؤ الفرص ده مبدا اصيل في العداله الاجتماعيه. اللي هيسمعك يعني يا دكتور صلاح بتكافؤ الفرص والعداله يعني بيبقى يعني طبعا هو ما عندوش امل في هذا المنطق، يعني بتكافؤ الفرص وتحقيق العداله واعمل لجنه واختار، ويعني كل ده يعني ما شفناهوش في مصر يعني على فكره. وليه ما يبقاش استاذ محمد؟ انا عايز احنا بنطالب بكده يعني. هو كلام حضرتك ليه ما يبقاش حضرتك؟ هو كلام حضرتك كلام علمي وكلام منطقي، بس هو المشكله يعني في تحديد هذه المطالب نفسها. استاذ محمد انا دلوقتي لو عايز اقيم حضرتك كاعلامي بتقدم برنامج، هقيمك كده عشان لازم احط معايير لتقييم الاعلامي في نظري، وضع معايير وادي درجات لكل وزن وبعدين اديك. هل دي صعبه؟ اللجنه بس هتعمل ده، واللي بيجي يتقدم يجي على المقاس تاخده. انا عايز اقول علشان في محافظين مسكوا محافظات حضريه، هو انت يا سيدي انت عندك واسطه وكده كده عايز تعينه محافظ، انا ما عنديش مشكله. بس شوفوا هو انسب لانهي نوع من المحافظات. في بدوي
وفي ريفي ريفي وفي حضري. حضري. فانت اختار ينفع لايه، ايه المحافظه اللي هينجح فيها، ايه اللي محافظ ينجح فيها بناء على قدراته وبناء على لكن هو خبرته لكن يعني. انا عايز اقول انه اللي انا بقوله ده مش صعب التحقيق ولا حاجه خالص. انا عايز اللجنه دي اسمها لجنه وضع معايير لاختيار القيادات. هذه اللجنه بعد ما تختار تتحول الى لجنه استشاريه تابعه لرئاسه الجمهوريه، تقيم اداء هذه المحافظات وفق المعايير اللي وضعتها، تقيم وتقدم لرئيس الجمهوريه تقارير دوريه عن اداء المحافظ ونقاط الخلل، ومنها لرئيس الجمهوريه بس. ودول ما يكونش لهم مناصب، لا عايزين مناصب ولا عايزين حاجه، عايزين طب عدم الخبره في يعني في تعيين وزير، في تعيين محافظ، احيانا بنلاقي خلق ازمات، يعني زي ما حضرتك ذكرت في السياق الحديث، يعني نلاقي مثلا مسؤول بيخلق ازمه، نعم، ويفتعل ازمه، وبتبقى مشكله للمواطن طبعا. ومشكله للدوله. ما بيفتعلها علشان يفضل موجود في الكرسي. انا بس خليني في البرنامج بتاعك كمان احيي وزاره الطرق حقيقي والمواصلات حقيقي، بالرغم من الثوره على 4 سنين. نفسي كل الوزارات حقيقه تنتهج نهج وزاره الطرق والمواصلات. ليه بقى؟ حضرتك شفت على مدار ال4 سنين الثوره انه الطرق شغاله باستراتيجيه في الطرق، وعماله توسع في الطرق، وعماله ما تاثرتش خالص. الناس تكسر وهي ماشيه، ما وقفتش ثانيه، عارفه هتعمل ايه على مدار قد ايه من السنين، ومرسيه امورها. انا نفسي طبعا هي عشان معتمده على شركات قطاع خاص ومتعاقده بعقود والشركات بتنفذ بالظبط. لكن انا عايز اقول بس ماشيه في تنفيذ بس ماشيه في تنفيذها بخطوات ثابته ودقيقه، وما خلتناش حسينا خلال ثورتين وخلال 4 سنين ان مصر تاثرت الطرق بتاعتها كثيرا. بالعكس، الطرق ما زالت بتتوسع. لو دخلت طريق الصعيد، طريق الفيوم، الطرق اللي موجوده، الكباري عماله برضو يطوروا ويجددوا فيها. لو في تنفيذ خطط جديده لا كمان. انا بشكر على فكره وزير التخطيط وبشكر، ونفسي انه الوزارات طبعا مش وزير واحد، دي تراكمات، انه سياسه وزاره التخطيط موجوده ومستمره رغم تعاقب الوزراء عليها. يعني موجوده. انا عايز بقى كل الوزارات اللي موجوده في الدوله يكون لها سياسه عامه، واللي يجي الوزير العام يجي يركب هذه الخطه وينفذها. صحيح. سواء مختلف معاه متفق معاه. ما اقدرش ان انا اغير السياسه، ما اقدرش ان انا اغير وامشي اتجاه تاني واعمل اهدار للموارد. لازم يعني انفذ هذه السياسه، لازم انفذ السياسه، لانه عدم تنفيذها يمثل خلل. انا نفذت بنسبه 50% او 60% من الخطه. ما يجيش محافظ جديد يقول لي لا هنبدا من جديد. يعني ما 70% ضاع من الفلوس المخصصه، وطبعا دي من موارد المواطن العادي المسكين. انا عايز اقول انه تبقى سياسه عامه للدوله، وان كل واحد يجي يمسك هذه الوزاره يتولى في اللي بعده. عشان كده انا بضرب مثال بس بوزاره لانه انت زي ما بتقول الوحش لازم تقول كويس. احنا وزاره التعليم العالي محتاجه وزير ذو طابع خاص، حقيقي خاص خالص. ليه؟ لانه انت ما فيش بلد في الدنيا بتنهض بدون جامعه. حقيقي انت ما عندكش خطه استراتيجيه للجامعه، ما عندكش خطط بحثيه للجامعه، ما عندكش خطط لتسويق بحوث الجامعه، يعني ازاي تسوقها دوليا. والجامعه دي شريك اساسي للمجتمع. انت هتنمي ازاي لما جه في ماليزيا ولا في الهند ولا او مهاتير محمد بتستعين عمل ايه؟ عمل اسمها ايه؟ نقاط ضوء بحثيه على مدار البلد، على مستوى الهند كلها. نعم. دي عباره عن مراكز بحثيه بتدرس بدقه وتقدم نتائج وتعمل خطط لمواجهه المشكلات. احنا بنعمل دلوقتي، وارجو ان الحكومه تساندنا، بنعمل اتحاد من خلال الاتحاد المصري لسياسات التنميه. بنعمل دلوقتي خطط لجان بيسموها لجان الحمايه الاجتماعيه على مستوى كل محافظه. بنجمع القطاع الخاص والقطاع الاهلي والحكومه، بنقول يا حكومه وصلت لحد فين في الخدمات؟ وصلت 80%، ناقص 20% في الكفرج، في التغطيه. نعم. يا قطاع خاص تقدر تساعد بكام؟ اساعد ب5%. طب انت قطاع اهلي بتساعد بكام؟ بتساعد ب 5%، باقي 10%. يبقى الجهات المموله اللي بتيجي تدي معونات لمصر تيجي على انها هتغطي 10% من العجز اللي موجود في اللي احنا محتاجينه، مش في البرامج اللي هي بتفرضها الجهات المموله علينا. تقول لك النهارده شغاله في ختان الاناث، انا هديك مثلا 30-40 مليون دولار عشان تواجه مشكله ختان الاناث. طب انا دلوقتي عندي اولويه قبل ختان الاناث، عندي أولوية. في تفاعل بين الاتحاد المصري للسياسات التنمية وبين الحكومة والقطاع الخاص. احنا في تواصل يعني لتحقيق هذه الرغبات. هو دلوقتي احنا هنخاطب، احنا دلوقتي بنبني قدرات الجمعيات. بعد كده نعمل مؤتمرات محلية برعاية كل محافظ، ونطلب من المحافظ تشكيل لجنة حماية من الجمعيات الأهلية الشريكة معانا، ورجال الأعمال الوطنيين، ووكلاء الوزارات المعنية
في بعض المشكلات المحليه عايزه قرار بس من المسؤول، المواطن مش قادر يوصل للمسؤول. الجمعيه الاهليه عشان اكثر قرب واحتكاكا بالمواطن العادي بتاخد المشكله دي وتعرضها على المسؤول خلال لجنه الحمايه الشهريه، والمسؤول المشكله اللي عايزه حل وعايزه قرار يصدر قرار فورا وهو موجود. اللي تقدر تعمله الحكومه تعمله، واللي يقول مش قادر انا ما عنديش موارد او ميزانيه او بنود تغطي، رجل الاعمال اللي موجود يغطي، الجمعيه الاهليه تغطي. احنا كمان كاتحاد نتقدم للدونرز بخطط تمويليه علشان نغطي العجز في خطه الحكومه. يعني احنا وظيفتنا كاتحاد بنحاول سد الثغرات في اداء الحكومه. تمام. نحن نتكامل مع الحكومه ولا نتنافس معها. تمام. يهمنا ان الخدمات توصل لكل المواطنين. تمام. دكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية، سعدنا بلقاء حضرتك وقد يعني حوارك جميل في التنمية والتخطيط. شكرا لحضرتك، شرفتنا في العاصمة والناس. شكرا جزيلا. فاصل مشاهدينا الكرام ونعود لحضراتكم.